فانت ايام مبارك اللي احنا بنقول عليه فاسد، والرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول عليه فاسد، وبيقول ما كانتش في بلد ولا حاجه، وكله يعني ها. بس اللي كان بيتقفش في عصر مبارك بفساد كان بيحبس الفاسد ويترك ويخلي وما عندوش مشكله، يعني الناس تحب المحارب للفساد. ممرضة مصرية اعتقدت ان مصر في خطر، وانه في مؤامرات كتير على البلد زي ما انتم سامعين طبعا في كل حتة. ممكن نموت المؤامرات واللي معدية حوالينا دي عادي، يعني البلد كلها مؤامرات، فممكن فمصر فيها مؤامرات كتير. السيدة دي لقت امامها حالات فساد، فقررت تعمل ايه كمواطنة محبة للدولة ومحبة للرئيس ومحبة لمصر ولشعبها. قررت أن تفضح الفساد في هذه المستشفيات، ودي تاني ممرضة تفضح الفساد خلال هذا الأسبوع، فيتم ليها اللي حصل واللي هتشوفوه في الفيديو ده. أنا حاليا بيتم محاربتي نفسيا بكل الطرق واستخدام كل أنواع التعسف الوظيفي ضدي وكتابة مذكرات، مع إن أنا الملف بتاعي من 2014 لم يتم إدانتي بجزء واحد حتى، وكل ده عشان خاطر أسقط عن المخالفات المالية والإدارية اللي موجودة في المكان. دي استغاثة واضحة. الأستاذة نجوى إبراهيم بننقل استغاثتها من على الإنترنت إلى شاشات التلفزيون، يمكن أحد يستمع وينصر هذه الأستاذة الفاضلة اللي بتحاول توفر فلوس مصر من الفساد. هي لا اتخنقت ولا قالت لك مدير المستشفى ولا مضطهدني ولا بتاع. يا جماعة كان في فساد قلت عليه، نقلوني مستشفى تانية علشان ايه؟ علشان ما اشوفش الفساد وتكملته. والفساد في القطاع الطبي زي الفساد في قطاع التعليم زي الفساد في كل حتة في الدنيا. يعني المركب واضح ان فيها فساد كثير يا ريس، المركب التي تقودها فيها الفساد كثير، لكن الاخطر من الفساد هو انه اللي بيفضح الفساد بيعاقب. الله، ده معناه ايه؟ لما انت تسمع في اي مكان في الدنيا، يعني مش في مصر بس، الفساد موجود في كل حتة في الدنيا، دي مسألة طبيعية، دي من طبائع البشر، لكن الطبيعي انه الناس بتقاوم الفساد لانه بيضر مصالحها الشخصية كموظفين يعني في مكان مثلا، او المصالح العامة كمواطنين بنحظى على خدمة فمش هنحظى عليها بالشكل الايجابي لانه الفساد بياخد من هذه الخدمة. فالطبيعي انه الدول الاحسن اقتصاديا واللي فيها دولة حقيقية ونظام قانوني حقيقي بيسقف وبيستبشر خير وبيكرم مكتشف الفساد. في الغرب بيسموهم الويسل بلور، اللي بيصفروا في الصفارة، يعني المصفرين. ليه؟ لأنه زي الحكم كده، بيشوف خطأ فيشير إليه ويصفر في الصفارة حتى يلفت انتباه الجميع إنه فيه هنا خطأ. فالمجتمعات الطبيعية بتعمل مع الناس دي إيه؟ لو الموضوع صغير بتعمل لهم نوع من انواع التكريم ويجيبوهم في التلفزيونات وتحكي عن قضية الفساد وتتكلم فيها ويبقوا ضيوف على المجتمع. بل بالعكس، ده المجتمعات بتكرمهم اكتر لانه شخص ثقة، راجل ثقة، راجل خاطرة ما ممكن يبص على جنبه ويعمل نفسه مش شايف. او تبص الاستاذة اللي كانت بتتحدث، استاذة نجوى او نجوان، تبص على جنبه وتعمل نفسها انا مالي، زي حضرتك كده انت بتعمل وانا مالي كتير. يعني انت في اليوم مثلا بتعمل 4 5 وانا مالي، صح؟ وانا مالي، انا اوجع دماغي ليه؟ او ادخل نفسي مشاكل ليه؟ ففي ناس في المجتمعات الطبيعيه بتطلع تقول لا ده في هنا غلط، نقف هنا. فالمجتمعات الطبيعيه بتقول الله، ده الشخص ده عنده حب للمجتمع اكتر مني، من الشخص اللي بيقول وانا مالي. فده يبقى يستحق انه يبقى قيادة في المجتمع. وبنشوف حالات تصل الى انه يبقى الشخص اللي يكشف فسادا فالمجتمع يكافئه ويبقى من النخبة، وبالعكس يتم يعني تصويت ليه
ويقول لك ده فلان ده محارب للفساد. مين محارب للفساد في مصر ومشهور جدا في قضية الحرب ضد الفساد في وقت كان النظام ظلامي جدا وحش جدا جدا، لكنه ما كانش بيحارب اللي يقولوا الفساد؟ يحيى حسين عبد الهادي، المهندس يحيى حسين عبد الهادي، الذي كشف فسادا كبيرا في عقد بيع شركة من شركات الحكومة اسمها عمر افندي. لو انت مش فاكر افكرك، انا فاكر. والمجتمع في تلك اللحظة ما قبضش عليه وما اضطهدوش، ولو في مضايقات القانون والمجتمع كان اقوى والاعلام كان اقوى، فدافعوا عن ذلك الرجل المحترم اللي قال لا ده في فساد انا مش هقبل بيه. فبقى اسمه، بقى راجل خرج من انه راجل عادي مع بقيه المواطنين للنخبه، بقى اسمه يحيى حسين عبد الهادي مقاوم الفساد. فالناس بقت تعرفه يحيى حسين عبد الهادي مقاوم الفساد. ده على فكره يعني ما بنروح السوبر ماركت انا وهو وانت، الراجل بتاع السوبر ماركت ما بيديلوش حاجه ارخص لانه مقاوم للفساد، يعني مش رتبه، لكنه هو ارقى، والراجل بتاع السوبر ماركت يثق فيه اكتر مني انا، رغم ان ممكن اكون مثلا بشتري حاجات اكتر منه او اكتر منك انت، رغم ان انت مثلا ممكن تبقى جار او قريب الراجل صاحب السوبر ماركت، لكن ينظر له نظره استبشار وخير ان ده راجل محترم. ونقول كده في مصر احنا ده راجل محترم، ما بندلوش، ما بنعلقلوش نجوم، ما بندلوش كاكي كاب، ما بندلوش رتبه، لكن واحنا بيننا وبين بعض كده في تعاملاتنا اليوميه معاه كمواطن تاني زينا بنقول عليه الراجل ده راجل محترم، انسان محترم، ده اللي كشف الفساد في عصر مين؟ في عصر مبارك اللي احنا صرنا عليه. ولا حول ولا قوه الا بالله. واللي الرئيس عبد الفتاح السيسي بيطلع كل مره يقول لك ايه ده انا ورثت دوله مش دوله. طب يا سيدي يا سياده الرئيس، على الاقل في عصر مبارك اللي كان بيقفش فساد ويعلنه، كان النظام بيقبل ويحارب معاه الفساد، خصوصا انه ده فاسد اتكشف، فبيطردوه من العصابه بقى، ما بيكملش معاهم، بيقطعوا له كارنيه العصابه، بيخرج من الموضوع ويروح السجن ويتحبس ويكمل اجراءاته القانونيه عادي، ويتم الاحتفاء مش الكبير يعني، ما بيجيبش رئيس الجمهوريه ما جابش يحيى حسين عبد الهادي واداه وسام النيل مثلا، ما عملش كده، لكن خلاص بقى بيبقى مفهوم في المجتمع العام كده ووسط المواطنين يعني انه الراجل ده راجل محاربا للفساد. فاهمني ازاي؟ فاهماني ازاي؟ فاهميني ازاي؟ النهارده اللي بيحارب الفساد بنفسد له حياته. ليه؟ لانه الفساد بقى اكثر عمقا واكثر تمكنا من ايام مبارك. الفساد لما واحد يقول ده في فساد في الحته الفلانيه، تعالوا حققوا، فينقلوه يبقى الفساد ممكن. يعني ايه ممكن؟ يعني عنده سلطه. اما انه الفاسد ده جزء من منظومه فساد اكبر، فمنظومه الفساد بتحارب لصالح اعضائها الفاسدين، او عنده اتصال او تاثير على متخذ القرار، فاللي يبلغ عن فساد نعاقبه عشان مش فاسد زينا. فاهمه؟ والصوره واضحه اعتقد، وضحتها انا وبسطتها. فانت ايام مبارك اللي احنا بنقول عليه فاسد، والرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول عليه فاسد، وبيقول ما كانتش في بلد ولا حاجه، وكله يعني ها، بس اللي كان بيتقفش في عصر مبارك بفساد كان بيحبس الفاسد ويترك ويخلي وما عندوش مشكله يعني الناس تحب المحارب للفساد. في هذا العصر لما مثلا ممرضه مرتبها مثلا ما يزيدش عن 10000 جنيه، لو يعني كانت بتعمل كل حاجه تتخيلوها، يعني تنزل كل الشفتات وزي ما هي بتقول كده ما عندهاش خصومات خالص وسجلها ناصع البياض، لو عملت، انا مش عايز اقول 5000 جنيه و6000 جنيه، هقول 10000 جنيه، انا ما اعرفش والله. وطبعا انا للاسف ببالغ في الارقام اعتقادا مني ان ده مكافاه، فبكتشف انه هم رقم واحد ما بياخدوش المرتبات دي، رقم اتنين الارقام اللي انا بقولها اصلا ما تنفعش تعيش بيها في مصر اساسا يعني. فانا بقول 10000 جنيه يعني ان شاء الله خير تطلع صواب يعني، تطلع صح. فانت الممرضه دي
كان ممكن على فكره تيجي تقول لهم على فكره لو ما ركبتونيش معاكم في قطار الفساد هعمل لكم مشاكل واضايقكم. فيركبوها معاها في قطار الفساد وتبقى ايه؟ وتبقى فاسده معاهم وتاخد اكتر من 10,000، وبالتاكيد هيبقى وضعها احسن، محدش هينقلها، سجلها ظل ناصع البياض، وتبقى فله شمعه منوره. لكن منظومه الفساد المتغلغله والمسيطره مش بس بتسكت الفاسدين، بتبعدهم. وده يؤكد لنا على ايه يا جماعه؟ يؤكد لنا على ان منظومه الحكم من الداخل هي عباره عن فسيخه ريحتها طالعه، يعني مفيش حاجه خالص بقى، في كائنات دقيقه وغير حيه احنا ما بنشوفهاش، والكائنات الدقيقه الغير حيه دي لما نيجي نكشف عليها كده بالنور كده وننور عليها كده ونضيء عليها بتعمل لنا ايه؟ انا ما تقدروش تقربوا لي عشان انا مسيطره هنا ايه؟ اللي منور النور ده انا هحبسه، اللي بينور نور ضد الفساد ده انا هحبسه واعذبه في حياته وهوديه مستشفى تاني وهخلي حياته كرب يكره اليوم اللي قرر يحارب ايه؟ الفساد. ودي بداية اي انهيارات قادمة. ما هو الدولة اللي تبقى ده حالها في قطاع صحي هيبقى عندها نفس المسائل في القطاعات التانية. المعروف منها والمستخبي. المعروف منها والمستخبي. وفي كل الأحوال قد يعتقد المستخبي انه مش معروف، لكن هو بيبقى معروف. لكن توقيت معرفتنا او اعلان معرفتنا بيه بتختفي، يعني بتتغير بناء على المعطيات. اذا عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهده، ايه الدرس اللي انا هقوله لك النهارده في رمضان من هذه القصه؟ الدرس انه مفيش حل غير ان احنا نعمل منظومه محاربه للفساد تؤيد وتساعد وتلملم جراح الذين اعلنوا على الفساد فتضرروا بسبب اعلانهم. يعني ايه؟ يعني الممرضه دي لو في راحت مستشفى تانية وفي طبيب محترم هناك واحترم العمل اللي هي عملته، عليه ان يقول لها انا بشكرك، انت ست محترمه واحنا بنحترمك انت حاربت الفساد النيابه عننا. ولو في مواطن الست دي بتديله حقنه او بتعالج ابنه او بنته، قبل ما ياخد الحقنه يقول لها انا شفتك في التلفزيون في قناه الشرق يا استاذه نجوى ابراهيم، وانا بشكرك انك بتحارب الفساد وانت ست محترمه. وعلى اهلها واسرتها ومجتمعها اللي هي من اول الراجل بتاع التوك توك بتركب معاه يقول لها حاجه يا استاذه نجوى، لا امبارح انت ما تركبيش النهارده في التلفزيون، جابوك امبارح انت بتحارب الفساد وبتساعدينا كمواطنين غلابه امام منظومه فساد رهيبه، ما النهارده انت هتركبي التوك توك ببلاش مره واحده بس، مفيش حاجه يعني. وكده فنفضل احنا نحارب الفساد بدون ما نتعرض الى ضيقه وصعوبته وبتاع. فالست دي تحس من جواها باحساس ضئيل ونادر من الامان، فتقف في المرايه بكره الصبح وتقول الحمد لله انا عملت حاجه كويسه بس. ولا جايزه النيل ولا الرئيس ولا التلفزيونات ولا حاجه، هو احنا كده مع بعضينا كده زي ما بنلاقي حد عمل خير فبنساعده، او حد واقع في مشكله فبناء على قدراتنا البسيطه بنحاول نزق معاه زقه او نشيل معاه حاجه صغننه، نعمل مع الست دي كده. فيبقى احنا لا حاربنا الفساد وواجهناه فما نخشش في مشاكل، فانا بديك حل انك يعني ايه تقول ماليش دعوه، بس في نفس الوقت من الناحيه الثانيه تقول ايه بس يعني اجيب لك كوبايه شاي بكره الصبح، او مثلا اعزمها على الفطار عندنا كده يعني جوائز اجتماعيه بسيطه تبتدي بانه سلام عليكم كل سنه وحضرتك طيبه ربنا يديك الصحه ويقويكي بس، ولا رقمك كام ولا تعالي واحنا هندعمك ولا اي حاجه. هي الست هتفهم على طول انه لا
انا عملت شيء صح، ونربي عيالنا على ان هم يبقوا زي الاستاذه نجوى ابراهيم. ما نربيش عيالنا ان هم يخافوا من اللي حصل للممرضه المصريه نجوى ابراهيم. فننشئ مجتمع صالح فطرته طبيعيه، بني ادمين حقيقيين ايا كانت خلفيتهم واديانهم وتعليمهم وكده، بس بني ادم يعرف انه احنا نساعد من يحارب الفساد ونحارب الفساد. ان لم نستطع ان نواجهه في وشه ونخبطه في حباب عينيه، يبقى بساعدنا اللي حاربه وقلنا له يعني برافو، ولو برافو صامته. ناخد فصل سريع ونذهب الى الفقره اللي بعدها.